عمرك سألت نفسك سؤال؟ هو ازاي كهربائي ممكن يخلي مفتاح واحد يولع لمبة واحدة بس، او مفتاح واحد يولع لمبتين؟ طريقة توصيل السلوك اللي بتخلي مفتاح واحد يولع لمبتين او مفتاح واحد يولع لمبة واحدة هتاخدها النهاردة. اهلا بيك في درس توصيل المقاومات. طيب هو انا اول لما اجي اوصل اكتر من مقاومه مع بعض ففي اكتر من طريقه انا ممكن اوصل بيها. في طريقه ممكن ان انا اوصلهم توالي او توازي. انا بستعمل التوالي امتى وبستعمل التوازي امتى؟ انا بستعمل التوالي لما انا احب اعمل مقاومه كبيره بحبه مقاومات صغيرين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عايز ازود المقاومه في مقطع معين من السلك، فبالتالي انا بستعمل اكتر من مقاومه اوصلهم ورا بعض علشان تزود المقاومه اللي في السلك. طب هو انا ممكن احتاج ان انا ازود المقاومه ليه؟ انا ممكن احتاج ان انا ازود المقاومه علشان انا عايز اقلل شده التيار اللي داخل لي. انا بحتاج التوصيل التوالي علشان اقسم فرق الجهد. فرق الجهد يتوزع بمقادير معينه على كل مقاومه على حسب حجم المقاومه دي، تمام؟ او انا لو عايز اتحكم في اكتر من جهاز في مفتاح واحد، علشان لو انا وصلت المقاومات ورا بعض توالي فمعنى كده ان المفتاح الرئيسي او سكينة الكهرباء تقدر تفصل لي كل الحاجات دي، او المفتاح اللي متوصل مع المقاومات دي توالي. ميزة التوصيل التوالي ان انا التيار عندي تقريبا متساوي في كل مقاومة. يعني من الاخر كده انا لما اجي احسب قيمة شدة التيار في أي مقاومة فأنا يكفيني إن أنا أحسب قيمة شدة التيار الكلي أو إن أنا أحسب قيمة شدة تيار أي مقاومة عشان كلهم متساويين في القيمة، تمام؟ إيه اللي بيتغير بقى في التوصيل التوالي؟ هو فرق الجهد. فرق الجهد بيتقسم لي على كل مقاومة، بحيث إن فرق الجهد الكلي بيتقسم بالتساوي على أكتر من مقاومة، فبالتالي فرق الجهد الكلي V بيساوي V1 زائد V2 زائد V3، يعني مجموع قيم فرق الجهد في كل مقاومة. نيجي بقى على الجزئية المهمة، المقاومة. أنا أحسب إزاي المقاومة في التوصيل التوالي؟ المقاومات بتحسب عن طريق إن أنا أجمعهم مع بعض. أجمع المقاومة دي قيمتها زائد قيمة المقاومة اللي بعدها زائد قيمة المقاومة اللي بعدها، المجموع الكلي يديني المقاومة المكافئة أو المقاومة بتاعت المقطع ده. طب لو المقاومات متساوية هضرب المقاومة واحدة بس في عددهم، يعني لو مديني 5 مقاومات كل واحدة فيهم قيمتها 3 أوم بضرب ال 3 أوم دي في الخمسة. النوع الثاني من التوصيل هو التوصيل التوازي. أنا ممكن أحتاج التوصيل التوازي ليه؟ أنا ممكن أحتاج التوصيل التوازي ده علشان لو معايا أكتر من قيمة مقاومة كبيرة أوصلهم مع بعض توازي، فبالتالي قيمتهم الكلية تقل. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لو عايز أثبت فرق الجهد اللي واصل لأكتر من جهاز، فانا بثبت فرق الجهد ازاي؟ انا بثبت فرق الجهد اللي انا اوصل كل الاجهزه مع بعض توازي. في ميزه كمان بتميز التوصيل التوازي، ان انت لو فصلت اي جهاز لوحده ده مش هيأثر على باقي الاجهزه. في التوصيل التوالي كان عندي مشكله ان انا لو فصلت المفتاح اللي بيوصل باي جهاز فيهم فمعنى كده ان الاجهزه اللي بعده هتتفصل، تمام؟ التوصيل التوازي لا، مش كده. التوصيل التوازي ده اللي بيتبني عليه طريقه توصيل الكهرباء في البيوت. طريقه توصيل الكهرباء في البيوت ازاي؟ توازي. يعني انا لو عندي مصدر تيار كهربي اللي هو السلك الرئيسي اللي بيدخل لي كهرباء للبيت، ده بيتوصل معاه سكينة الكهرباء. سكينة الكهرباء دي توصيل توالي. ايه توصيل توالي؟ علشان لما اعوز افصل الكهرباء عن البيت كله اعملها بمفتاح واحد بس. باقي الاجهزه بتتوصل توازي. ليه توازي؟ علشان انا لو فصلت جهاز معين ده ما ياثرش على باقي الاجهزه. نفس طريقه المفاتيح اللي موجوده عندك في البيت، مفتاح بيتحكم في لمبه، مفتاح تاني بيتحكم في اللمبتين او بيتحكم في 3، بس كل واحد بيأثر على حاجه معينه، حاجه واحده بس، مش بيأثر على كله، تمام؟ هي دي ميزه التوصيل التوازي. طيب انا في التوصيل التوازي ايه الثابت معايا؟ الثابت معايا بقى بعكس التوصيل التوالي، فرق الجهد هو اللي ثابت معايا. فرق الجهد اللي ثابت ده بيديني ميزه مهمه. ايه الميزه اللي بيديها لي ثبات فرق الجهد؟ فرق الجهد اول لما بيكون ثابت معايا فمعنى كده ان انا لو وصلت 100 مقاومه توازي مع بعض فده بيخلي اللي هي قيمه فرق الجهد كل واحده فيهم ثابته. اللي بيتغير معايا ايه؟ اللي بيتغير معايا هو شده التيار. شده التيار هي اللي بتتقسم في طريقه التوصيل التوازي. اي الرئيسيه اللي هي داخله من السلك الرئيسي،
بتتقسم على عدد المقاومات على حسب قيمة كل مقاومة فيهم. لو المقاومات متساوية فمعنى كده ان التيار بيتقسم بطريقة متساوية. طب لو المقاومات مش متساوية، لا التيار ما بيتقسمش بطريقة متساوية. التيار بيتقسم بطريقة ان المقاومة الأكبر بيدخلها تيار أقل، والمقاومة الصغيرة أو الأصغر بيدخلها تيار أكبر. بمعنى ان شدة التيار بتساوي I بتساوي I1 زائد I2 زائد I3 زائد I لما لا نهاية على حسب عدد المقاومات المتوصلين توازي معايا. طيب فرق الجهد في أي مقاومة ثابت، يعني V بتساوي V1 زائد V2 زائد V3 زي أي V موجودة في المسألة بتاعتي. لو هو مديني أكتر من مقاومة توازي مع بعض وعايز أحسب المقاومة المكافئة، المقاومة المكافئة بتتحسب عن طريق قانون ملعبك كده. ملعبك يعني إيه؟ يعني القانون بيساوي أو زي ما هو ظهر لك على الشاشة كده، 1 على R داش بتساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3 زائد ما لا نهاية على حسب عدد المقاومات. هي دي فكرة المقاومة التوازي. المقاومة التوازي أنا بحسبها عن طريق قانون اللي أنا الناتج بتاع كل مقاومة بيكون مقلوب. الار داش دي أنا بحسبها إزاي؟ بحسبها إن أنا بحسب قيمة المعادلة اللي ظاهرة قدامي دي، وبعد ما أحسبها بخلي الناتج أس سالب 1. بمجرد اللي أنا أخليه أس سالب 1 ده بيطلع لي الناتج بتاعي. لو في أكتر من مقاومة متساوية في الدايرة بتاعتي، المقاومات دي توازي مع بعض، فبالتالي R داش بتساوي R على N، R على عددهم. ازاي تلغي اي مقاومة موجودة عندك في الدايرة؟ في 3 حالات عشان الغي اي مقاومة معايا في الدايرة. اول حالة لو في مفتاح مفتوح قبل المقاومة. الشكل اللي قدامك ده لو التيار داخل لي من هنا، تمام، اتوزع التيار على المقاومة دي والمقاومة دي، بعتبرها مش موجودة أول لما المفتاح ده يكون مفتوح. بس كده خلاص، ده أول حاجة. هي دي فكرتها بديهية شوية، اللي هو إيه، لو في مفتاح مفتوح فبالتالي مفيش تيار هيمر، فبالتالي الجزء ده من السلك أصلا بعتبره مش موجود معايا، فبالتالي بلغي المقاومة. تمام. تاني حالة معايا لو الجهد اللي داخل من طرفين المقاومة متساوي. يعني ايه كلمة الجهد متساوي دي؟ بص ركز معايا. لو في تيار داخل لي من هنا، تمام، والمقاومة دي قيمتها R، والمقاومة دي قيمتها R، والمقاومة دي قيمتها R، والمقاومة دي قيمتها R، تمام. التيار هيتقسم لي بالشكل ده، تمام، هيتقسم لي بالشكل ده بحيث ان التيار اول لما يتقسم بمقدار متساوي. يعني مثلا لو ده 10 امبير فبالتالي ده هيبقى 5 امبير وده 5 امبير، تمام. معنى كده ايه؟ معنى كده ان جهد المقاومه دي هو جهد المقاومه دي لسببين. اول سبب ان المقاومه بتاعت المقاومتين متساويه والتيار بتاعهم متساوي، فبالتالي اول لما التيار يمشي بالمسار ده ويحود هنا يتجزأ لنصين يعني، والتيار اول لما يمشي في المسار ده ويتجزأ نصين برضو، هلاقي ان التيارين ماشيين في اتجاهين متضادين. بس خلي بالك معايا، هنا داخل لي مقدار تيار معين، هلاقيه برضو بيساوي نفس مقدار التيار اللي داخل ده، تمام. خد بالك معايا، كلمة ان الجهد متساوي حوالين المقاومة او بين طرفين المقاومة، يعني الجهد هنا عند النقطة دي او عند النقطة دي هو الجهد اللي عند النقطة دي. الجهد اللي عند النقطة دي اللي هو اصلا جاي من التقسيمه دي وجاي من مصدر هنا، فبالتالي انا اول لما بقسم اصلا المقاومات هنا متساويه والتيار متساوي، فالجهد هنا متساوي والجهد هنا متساوي، ففرق الجهد هنا بيساوي 0 فولت، تمام. معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو مفيش تيار بيمر هنا ما دام مفيش اي جهد موجود هنا، فبالتالي المقاومه دي انا بلغيها معايا، تمام. الحاله الاخيره ان لو في سلك فاضي موجود جنب المقاومة. يعني ايه سلك فاضي موجود جنب المقاومة؟ يعني السلك الفاضي ده هيخلي طرفين المقاومة نقطة واحدة. بمعنى ايه الكلام ده؟ بمعنى ان انا لو عندي الشكل زي ده، تمام، التيار داخل لي في المسار ده، تمام، قابلت في سكتي مقاومة وفي سلك فاضي، انا همشي طبيعي في السلك الفاضي، تمام، وبعد كده امشي كده هلاقي مقاومة وهنا سلك فاضي، تمام. لو عايزين ناخد كنقطة
هنلاقي ان المقاومه دي الطرفين بتوعها مش كل واحده نقطه مختلفه عن الثانيه. لو بصينا كده هنلاقي ان طرفين المقاومه دي مش زي ما في خيالك دي نقطه ودي نقطه، لا ده هما الاثنين نفس النقطه، علشان ده سلك فاضي فبالتالي انا بتعامل معاهم على انهم نفس النقطه. فبالتالي لما تكون المقاومه بتاعتي متوصله بنفس النقطه انا بعتبرها مش موجوده معايا. خد بالك الحاله دي مش بتجيلك بشكل مباشر، دي الحاله دي اكتر حاله بتتكرر معايا، تمام؟ ما بتجيلكش بشكل مباشر. مش بتجيلك بشكل مباشر ليه؟ علشان هو ممكن يجيبها لك على شكل مساله هنا. ركز بقى معايا لحظه عشان انا عايزك تفهم المساله دي بالظبط. المساله دي انا عايزك تفهمها كويس قوي عشان تفهم امتى انا بلغي مقاومه، تمام؟ ركز معايا. بص، مبدئيا انا لو عايز اعرف ايه المقاومه اللي انا هلغيها هنا، هبدا طبيعي من اول القطب الموجب للبطاريه بالشكل ده، تمام؟ وابدا امشي كده هلاقي سلك فاضي، تمام؟ كانك ماشي مع جوجل ايرث. همشي هنا هلاقي مطبات او هلاقي مقاومه، فبالتالي هرجع تاني همشي كده هلاقي سلك فاضي، همشي هلاقي مقاومه، هرجع هلاقي مقاومه هنا وهطلع تاني. لسه السلوك الفاضيه ما خلصتش، لا ده انا هكمل كده، تمام؟ وبعد كده هنزل هلاقي السلك فاضي ممدود لحد المقاومه دي، تمام؟ هطلع معاك وبعد كده اوصل هنا. هاجي امشي في كل المسارات اللي انا مشيت فيها دي على اني بكرر نفس الحركه، تمام؟ اول لما الاقي نفسي بكرر نفس الحركه فانا بعتمد كل المسارات اللي انا مشيتها دي نقطه واحده معايا. كل الحتت دي هي نقطه واحده بالنسبه لي، تمام؟ هسيب لك 3 ثواني تحدد لي انهي مقاومه ملغيه من دول، كي ولا ال ولا ان. ايه يا اسطى السؤال صعب ولا ايه؟ مين اللي ليها نفس النقطه كبدايه ونهايه؟ هي هتبقى ال، اولها نفس النقطه واخرها نفس النقطه، فبالتالي انا هتعامل على ان ال دي مش موجوده معايا، فبالتالي هلغي المقاومه ال وهتبقى كل دول مقاومات متوصلين توازي مع بعض، تمام؟ عشان دي كلها نقطة واحدة، تمام؟ كده عرفنا ازاي نلغي مقاومة عن طريق سلك فاضي. عشان كده انت كنت بتلاقي في الدرس اللي فات ان هو لما يحب يزود المقاومة كان بيزود الطول. ليه بيزود الطول؟ بيزود الطول علشان انت اول لما تزود لي الطول فمعنى كده ان انت بتزود قيمة المقاومة بتاعتي. ليه بتزود قيمة المقاومة؟ بتزود قيمة المقاومة علشان انت كده كأنك بتضيف مقاومة زيادة توالي. عشان كده انا قلت لك زيادة الطول بتزود المقاومة. ليه بتزود المقاومة؟ بتزود المقاومة كأنك بتزود مقاومة توالي. العكس بقى بيحصل اول لما انت تيجي تزود المساحة. اول لما انت تيجي تزود المساحة كأنك بتوصل مقاومة كمان توازي، فانت اول لما انت تزود قيمه مقاومه كمان توازي فمعنى كده ان المقاومه لازم تقل. عشان كده المقاومه كانت بتقل اول لما تيجي توصل مقاومه توازي. انا لما بوصل اكتر من مقاومه توازي مع بعض في معلومه انا عايز اعرفها لك. لما بوصلهم توازي مع بعض فده معناه ان انا لازم استخدم سلك تخين عند طرف المقاومات وعند المخرج، عند المدخل وعند المخرج. ليه بستعمل سلك سميك عند المدخل والمخرج؟ انت خدت او انت عارف زياده المساحه دي بتقلل لي المقاومه، تمام؟ فمعنى كده اللي انا اول لما انا استعمل سلك تخين عند المدخل معنى كده اللي انا عايز المقاومه تقل. ليه المقاومه تقل؟ علشان عند المدخل والمخرج بتكون شده التيار كبيره، ده التيار الرئيسي بتاعي، فغصب عني لازم استعمل سلك تخين، تمام؟ فبالتالي مقاومته قليله. اول لما تكون مقاومته قليله ده معناه ان هو مش هيسيح او مش هيحتك بالتيار بدرجه تخليه يسيح. في معلومه عايز اعرفها لك بما ان احنا بنتكلم عن المقاومات، حاجه كده سريعه عن القدره. انا عايز اعرفك ان القدره بتقل اول لما انا اوصل المقاومات توازي مع بعض. ليه القدره بتقل؟ علشان تبعا للقانون بي دبليو بتساوي في تربيع على ار. معنى كده ان لو المقاومه قلت ده هيزود القدره. ليه القدره بتزيد برضو؟ القدره بتزيد علشان بي دبليو بتساوي في تربيع على ار.
ما دام الار في المقام معنى كده ان هي كل ما تزيد كل ما القدره تقل. معنى وجودها في المقام ان هي بتتناسب عكسيا مع القدره، بمعنى ان انا لو زودت المقاومه بتاعتي فمعنى كده ان القدره هتقل معايا، والعكس صحيح. عشان كده التوصيل التوازي مفيد لو انت عايز تزود القدره بتاعه الدايره.